صالح يعني مم. زي اي فيلم او كتاب، انت البطل وبيبقى فيه تحديات لازم تعدي من خلالها عشان توصل للهدف اللي انت عايزه. مم. صالح النهارده ايه اكبر تحدي في حياته؟ ان انا اتحكم في شري. تحكم في شرك. اعرف ان انا ما يتغلبش، لان هو كلنا عندنا حته طبعا. شريره. الشر ده لما بيطلع بيتغلب من الانسان. والشر ده من كل حاجه بقى، الغيره، الحقد، الكذب، الخيانه، كل الحاجات دي بتطلع عن طريق طاقه. احنا كلنا طاقات، صح. فالطاقه دي بتطلع بقى للمشاهد. فبتلاقي كوميديانز ناس رهيبه، بس انا ببقى عارف ان انت هتبطل تضحك قدام عشان هو شره بيغلبه. مم. فبتلاقي ضحكه جاي من مرارة. يعني بيبقى عارفه انت شغل الكراود وورك بتاع الجمهور. مم. في فرق من ان انا بقى بهزر معاك وبهزر عليك. صح. يعني هتلاقي فرق دايما كل كبير. شغل الكراود اللي انا بعمله مع الناس بهزر معاهم. وحتى لو تقلت اقول له مؤاخذه ما تزعلش وبتاع، مم. عشان بنهزر مع بعض زي ما الصحاب بيعملوا مع بعض. الشر وبيغلبه، تلاقيه عايز ينتقم. فانا عايز اعيطك النهارده. لا، هنا الناس هتبدا ما تحبكش، لان هو الضحك ده احنا بنشتغل يعني سيما في قبول الناس. يعني صح. عشان دي كده ما فيهاش جد واجتهاد، هي بجد حاجه بتاعت ربنا. يعني انت بس بتعمل اللي عليك كانسان. يعني انت بتبني نفسك كانسان، والباقي ده بتاع ربنا، مش ما فيهوش جد واجتهاد، يعني ما فيهاش، فاهمه؟ فانت لو ما ربيتش نفسك انت كانسان لوحدك، هتلاقي القبول بيتشد. فانا خايف قوي من اللحظه دي، ان انا من كتر بقى الحياه الماديه اللي احنا عايشين فيها، الاقي نفسي تحولت لشخص تاني. وكان انا خسيت الفتره دي، فحاسس ان انا ممكن دمي يبقى تقيل. لا، عمرك ما هيبقى دمك تقيل.